السلام عليكم. النهارده الحلقة مهمة جدًا عشان ناس كتير أوي ممكن تعملها كمصدر رزق ليها وتزوّد بيها دخلها. النهارده هنتكلم عن المخلل البيتي، هل إحنا ممكن نعمل مخلل في البيت ينافس بتاع الشارع أو اللي هو الجاهز والّا لأ؟ تعالوا بقى النهارده نتكلم عن شوية نصايح، تابعوا الفيديو للآخر عشان هتستفيدوا منه بمعلومات يمكن أول مرة حد يتكلم عليها. أول حاجة يا ست الكل، مشكلة الريم اللي بيطلع فوق المخلل وإزاي نعالجه. تاني حاجة، وضع السكر في المخلل، هل ده مفيد ولا مضر؟ هل أنا كده بحط مادة بتبوظ طعم المخلل ولا دي مادة ممكن تضر صحتي؟ التوم، هل في فايدة من إن أنا أحط توم جوه المخلل ولا لأ؟ أهلا وسهلا بيكم. النهارده ميعادنا مع حلقة المخلل في وصفة سهلة مع أحمد. لو أنت أول مرة تشوفني يا ريت تنزل تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس لو أنت بتشوفنا من على اليوتيوب، ولو أنت بتشوفنا من على الفيسبوك يا ريت إن أنت تنشر الفيديو وتعرف الناس بالقناة بتاعتنا. أهلا وسهلا بيكم، دي وصفة سهلة مع أحمد. أول حاجة يا جماعة، المخلل لما نيجي بنعمله في البيت او اي خضروات عموما بنيجي نخللها، ده بيعتبر من ضمن او يعني من ضمن اقدم حاجات للحفظ، للطرق الحفظ للخضار في البيوت. طب ايه بقى مشكله الماده البيضاء؟ مشكله الماده البيضاء دي اللي هي بكتيريا الغير مرغوب فيها اللي بتنمو بسبب ان احنا يعني بنعمل ستيبس غلط او بنعمل خطوات غلط للمخلل، او احنا بنخلله غلط جوه البيت. طب ايه نعمل ايه بقى او نعمل ايه في الموضوع ده؟ اول حاجه ست الكل، اول حاجه الميه لما نيجي نحطها على المخلل يا ريت ما نحطهاش ملح حنفيه دايركت على المخلل. ليه؟ لان يا ست الكل الميه بيبقى فيها نسبه كلور عاليه عشان بتطهرها من البكتيريا اللي فيها. المشكله ان الكلور ما بيفرقش ما بين البكتيريا النافعه وما بين البكتيريا الضاره، فمشكلته ان الكلور بيقتل لي الماده اللي انا عايزها اللي هي بكتيريا الباسيلس، اللي هي بتكون سبب من اسباب المخلل او التخليل الجيد. فنصيحه ست الكل، بلاش تحطي ميه من الحنفيه او من الفلتر. لو انت عندك فلتر، لا، حطي الميه على النار تغلي كويس جدا، وبعدين تسيبيها تبرد براحتها، وبعدين تحطيها على المخلل وتحطي الملح بقى والخل بتاعك. ده اول حاجه. تاني حاجه يا ست الكل، تنزلي تعملي لايك للحلقه دي وتكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وصلوا لنا بينا على النبي. تاني حاجه يا ست الكل، هل وضع السكر ده مفيد ولا لا؟ اولا السكر من احسن المواد اللي ممكن تحطيها على المخلل، لان احنا كده بننشط بكتيريا الباسيلس اللي احنا بنتكلم عليها. بكتيريا الباسيلس محتاجه حاجه كربوهيدراتيه او حاجه سكريه تتغذى عليها عشان تنشط لك عمليه التخليل. ده غير كمان ان هي بتخلي الخضار بتاعك ما يتهريش، سواء الجزر سواء الخيار او اي خضار عموما. بيحافظ لك على زي ما بنقول كده في بالمصري القرشه، او اللي هي اللي هي العضه اللي فيه دي. بيخلي لك الخيار اكنه لسه ما يعني لسه ما اكنه ما تخللش، بس طعمه مخلل. طب سكر مفيد؟ مفيد، يا ريت تحطوه، لان اساسا لحد ما التخليل ينتهي بكتيريا الباسيلس بتكون اتغذت تماما على السكريات، فمش هتحسوا بطعم السكر جوه المخلل، هيبقى مخلل عادي جدا. تالت حاجه يا ست الكل، ودي تعتبر اهم حاجه، صلوا بينا على النبي يا جماعه. وضع التوم الصحيح جوه المخلل. بعد اذنكم يا جماعه، لما تيجوا تحطوا توم جوه المخلل ده مفيد جدا، لان الماده الفعاله اللي فيه بتعمل حمايه لطبقه المخلل، وبتعمل لنا حمايه للبكتيريا اللي احنا مش عايزينها، بتمنع تواجد البكتيريا الضاره للمخلل. فبعد اذنكم ما تحطوش التوم سليم، حطوا التوم مفروم او مقطع. ده هيفيد كتير جدا المخلل بتاعنا، هيفيد ان هو ما يكونش الطبقه البيضاء او اللي هي الطبقه اللي هي بتبقى مخضره بتبقى فوقيه دي، او طبقه العفن اللي بيتكون من فوقيه. فهتحافظ لنا فعلا على المخلل بتاعنا سليم وصحي واطول فتره ممكنه. اشوفكم دايما على خير. ما تنسوش تحت تكتبوا لنا في التعليقات هل بتستفيدوا من المحتوى ولا لا، وما تنسوناش بصالح الدعاء، ومع السلامه.